احنا في تحدي نص مليون جنيه. الفلوج النهارده تحت درجه حراره 50 تقريبا او 49. النهارده الفلوج مختلف شويه. لما عملت التحدي نص مليون جنيه ما كانش الهدف منه ان انا اتعوج على حد او ان انا ابين ان انا جامد والكلام ده، لا والله. اصلا المبلغ ده ديون عليا. فانا الفكره كلها ان انا بعمل تحدي بثبت لك ان ممكن تقدر فيه امل. حبيب قلبي حبيب قلبي. فانا عشان وعدتك ان انا هقول لك انا بشتغل ايه ومصدر دخل ايه، فانا بنفذ الوعد بتاعي. وانا النهارده جاي اقول لكم انا مصدر دخل ايه او انا بعمل الفلوس دي ازاي. فانا بشتغل في الانشطه البحريه، في اليخوت، في الجيت سكي، في الجيت كار، في الباراسيلينج، في الانشطه البحريه بصفه عامه. والنقطه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها ان انا باذن الله بحاول اسابق الزمن ان انا احقق ال 35,000 درهم او نص مليون جنيه قبل 7 اسابيع ما يخلصوا. واحنا في الاسبوع الثالث، وان شاء الله ابشرك ان انا قربت اخلص، ولكن هي واقفه على شويه حاجات. انا مش عايز اقول خطوات انا عملت ايه عشان اوصل للمرحله او اوصل للجزء اللي انا بتكلم عليه، عشان في ناس قاعده والله بتتصيد الاخطاء ومستنيني على لحظه الفشل باي طريقه. انا بقدر الامكان بحاول، ولكن ان شاء الله ان شاء الله يعني حتى وانا بكلمك اهو جات لي رساله ممكن تحرق الدم لاي بني ادم، لاي بني ادم. باذن الله نكمل التحدي. بالنسبه للارقام انا بيتهيألي ان انا ممكن اعمل لها فيديو لوحدها اشرح لك فيه الارقام، ولكن انا بس حابب استغل الموقف او استغل الفرصه ان انا اقول لك انا بشتغل ايه، وابشرك ان انا قربت اخلص المبلغ اللي احنا متفقين عليه في اقل من 7 اسابيع باذن الله. بص يا باشا، انا هقول لك كل اللي كانوا بينصحوني انا اكتشفت ان هم اصلا كانوا بيمنعوني من الخطوه اللي انا بخطيها، وده الاهداف شخصيه ليهم. الناس دي ما كانتش عايزاني اقف على رجلي، الناس دي ما كانتش عايزاني انجح، الناس دي كانت بتتصيد الاخطاء بطريقه فظيعه. يعني انا فاضل لي حاجات بسيطه واكمل التحدي بتاعي، تحدي نص مليون جنيه او ال 35,000 درهم في 7 اسابيع ان شاء الله ان شاء الله. وانا ما بنامش، ومش معنى ان انا في مركب في بحر او في يخت في بحر ان انا بتفسح او بلعب، ولكن ان شاء الله ان شاء الله التحدي ده هيكمل. بشكركم على دعمكم وبشكركم على كل اللي انتوا بتعملوه معايا. الجماعه اللي هم اللي مستنيين بتصيدوا الاخطاء، يعني ان شاء الله ربنا يقدرني واكسبكم.